بلا الخنوس مع الاسف راه ما غاديش يكون. الدراري بزاف كيسولوا عليه، ما غاديش يكون في الماتش ديال الدومي فينال بسبب انه جمع جوج ديال لي كارت، خدا وحده كونتر الارجنتين في الدور ديال المجموعات، وبحكم القانون ديال الاولمبياد ما كيتحيدوش لي كارت في الربع. اليوم خدا مع الاسف كارت مجانيه كونتر امريكا. دابا جمع جوج ديال لي كارت، والقانون الا جمعتي جوج ديال لي كارت ما يمكنش تلعب في الماتش اللي من موراه. دابا عندنا الدومي فينال، كلشي اللعابه يتحيدوا لهم لي كارت، ولكن هو جمع جوج ديال لي كارت ما غاديش يلعب. يعني الدراري كاملين اللي كانوا عندهم لي كارت في الماتش جاي يتليبيراو، الا بلال اللي كان اليوم يتفادى ديك الكارت المجانيه بصراحه. اللي نحتاجوه في الدومي فينال عنده دور كبير على انه يدي الدراري لاطاك. قدر الله ما شاء فعل. يكون خير الاخوه، يكون خير. تمت حسمت رسميا المنتخب الوطني المغربي الاولمبي الى نصف نهائي الاولمبياد لاول مره في التاريخ، بل لاول مره في التاريخ ديال هاد القاره هادي ديال. شوف برافو الاسود. المخير فينا ما توقعش هاد النتيجه، المخير فينا. شوف انا رجعت في ديال التوقعات، ولكن نشوفوا لي ديتاي ديال الماتش شنو المتعه، الاستحواذ، المحاولات، الاحتكار. الميطه الاولانيه ما شفناش الكار ديالنا حنا. منير محمدي فين شتي انت؟ من غير نرجعوا ليه الدفاع ديالنا كره. ودور البطل حرت فيه ما بين حكيمي ورحيمي، بجوجهم تيساليو بليا. قال لك لقيتي مغربي كتسالي الكنيه ديالو بلايا، عاود فيه النظر. تيقولوا ما علينا. اذا شوف هذا شنو سير اخويا، كيما فرحتينا الله يفرحك ويفرح الجمهور ديال الرجاء. شوف هذا ولد الرجاء خصنا نشكرهم على هذا اللاعب هذا، المنتوج ديالهم خالص. لا تكون فرحتك دابا اللاعب ديالو عاطينا في المنتخب وهاز بينا ومفرحنا، والله تنهزوا به حتى هو. ولكن هذا ولد الرجاء السلام عليكم. كيفاش ما نطبلش ليه؟ هو اللي جاب البينالتي، هو اللي لعبوه، ما عمره ما حشمنا في شي ماتش ولا في شي بينالتي ولا صافي بيت. جا البينالتي خصو يتنفذ بيت اصاحبي. زيد حاجه اخرى، الزلزولي خدم على راسو اخا، يطلق باس لاخو ماش، واخو ماش ما حشمناش. في واحد اللحظه هو يغير حكيمي، اشرف حكيمي بكوشيه وبشويه كتزحف دخلات. اخو ماش مالو، اخو ماش جاب لنا بينالتي اخر وماركا موهوب. ما علينا. حاجه اخرى بغيت ندوي عليها الزربه. شكرا سكيتيوي. ولكن عندي واحد النقطه، المره الرابعه على التوالي التغييرات اللي كنديروا في الميطه الثانيه ما تيزيدوناش الهجوم ولا تهديفيا، فقط الحفاظ على النسق ديال الماتش. زور الركراكي والله تا اسطوره الخجع وحق الله. فيه واحد خرج منه واحد الاورا، داكشي ديال كوكو. مشي ويلي مولتيرا الله الا مولتيرا. الركراكي العزاوه الركراكي شي عندك الرحيمي ما بقاش غليظ اخر الركراكي. الرحيمي بين ليك وعندك ما ضيعتش الفرقه الاولى بدات تلعبوا بيتر وكذا بين لي. ولكن عرفت قلت ليه غليظ باش يمشي يخدم على راسو. هاجي فلسفه المدربين تيفهموها بحال برافو الياس، برافو بون ماتش. المنتخب المغربي على خطى كأس العالم بعد الفوز على أمريكا ب4-0 مع الرأفة. 4-0 على المنتخب الأمريكي، المنتخب المغربي الأفضل لحد دلوقتي في البطولة، والمنتخب المغربي يتأهل إلى نصف نهائي الأولمبياد. ألف مليون مبروك للمغاربة، وبإذن الله احنا كمصريين نلحقكم إلى نصف النهائي. النهارده أداء ونتيجة واستمتاع وكل حاجة كان بيعملها المنتخب المغربي أداء، والنهارده بيسجلوا 4 أهداف.
والتعاون اللي ما بين اللاعيبه في المنتخب المغربي حاجه جميله جدا. الف مليون مبروك للشعب المغربي وللوطن العربي. سيروا الوليدات الله يعطيكم الصحة، الله يحفظكم والله يستركم. ما عندنا ما نقولوا، ما عندنا ما نقولوا. اشابو ليكم، اشابو ليكم صراحة، برافو عليكم. ماتش كبير. امريكان راه ما قاستهاش، امريكان لعبها اللور. الحمد لله بيت واحدة بعدا في الميطان الأولى، حاجة كتبشر، حاجة كتفرح. دوزيام ميطان ان شاء الله مع الدخلة 5 دقائق الأولى 6 دقائق الأولى خصنا نماركيو بيت الثاني ونقتلوا الماتش. الله يجعل شي بركة باش ما نطيحوش الفرقة في الضغط. امريكان في الاخر ما عندها ما تخسر، غتبقى تبوت معاك في شي بيت الله يستر التعادل بينالتيات يصدقوا بقلبينك. قتلوا لي الماتش. الحاجه الواعره في هادشي كامل هو حكيمي عارض على اللعابه خوتو في دارو، اللاعبين في دارو. التيران ديالو هذاك تبارك الله، داك التيران راه اليوم راه دار فيه ما بغا، راه حرتو ديال بصح زوط غا الزريعه واحد الشهرين تخرج البطاطا. منتخب الحمد لله، هذا المنتخب هذا قسما بالله الا غيمشي ان شاء الله بعيد والفينال ان شاء الله مغربي. وتحيه للمغاربه كاملين وعاش الملك. لا 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 يا شاطر. اشرف حكيمي يسجل الثالث على امريكا. المغرب الى نصف النهائي. اوه ماي جاد. المنتخب المغربي المرشح الاول للبطوله، المرشح الاول لحد الان. ماكو مستوى مثل هذا المستوى. يا شاطر. لا 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 مو طبيعيين. لا 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 يتقدم سفيان الله. المغرب تتقدم على امريكا بربع نهائي الاولمبياد. والله مو طبيعيين، وراح يسجلون الثاني وتذكروا كلامي، وراح يتاهلون النصف النهائي. والله مو طبيعيين ما شاء الله. شنو هالامكانيات اللي عندهم؟ لا 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 لا، واحنا مستغربين. فازوا علينا 3. قسم بالله رحمونا، قسم بالله. انا متاكد بين الشوطين المدرب قال لهم احترموا المنتخب العراقي، امكانياته محدوده مع المدرب المحلي. من ما عمرك تعاود تستافد الاسود. الشيء اللي كيستافد الاسود اللي كيستفزهم شنو كيوقع له؟ شتي عشيري كتقول لهم انا ما كنعرفش شنو هو المغرب، ما كنعرفش اللاعبين ديالو. اللاعبين ديالو قراو الكره، داروا تيكي تاكا مغربيه، قراو الكره في الدفاع في الميليو في الوسط باش 4-0. 1 2 3 4 That's big my friend, big score. Yes. يتسالى الماتش بدا كيبكي، عارف راسو شنو تابعوا في الصحافه، عارف راسو شنو غيديروا له الناس، وعارف. ما تعاودش تستافد الاسود ماي فريند. وي ار لاين ماي فريند. ليون ذات لاست. ترى العذاب عشيري، ترى بكيناهم قريناهم كره، خصوصا هذا قراوه اللاعبين كره. برافو الدراري، خلاوه هدر، استفزوهم، ولكن هما كانوا ذكيين، لعبوا له كره، قراوه كره القدم المغربيه. ولا الصحف العالميه كيهضروا على المغرب، كلشي دابا العالم كامل كيهضر موروكو وديما مغرب. اخوان، تسريب المايو الجديد ديال المنتخب اللي غيلعب به كاس افريقيا 2025. الكيطمه الجديده اللي غتدخل اللي خرجت اصلا، ولكن تسريب فقط تسريب. غادا نوريك، عطيني الراي ديالك في الكومونتير هي الاولانيه، عاد تفرج في الفيديو كملوا. وانا عجبني وهذا ما عجبنيش. بعدا قبل ما نوري لك نقول لك بلي هذا ياك حققنا به انجاز، ما عجبنيش وما خديتوش. تيبقى سيدو، هذا تيبقى سيدو احسن منه في الديزاين. ما عرفتش بيما ناقصه، ولكن هذا خونا الديزاين هذا برافو عليه. اذا نوريك شنو خرج. اولا با بلا على وفاء الخير. انا بعدا نكون اول واحد واخا شحال ما خرج، شحال ما كان الثمن ديالو غناخذو. نشوفوا كيفاش غادي يجي مع اللعابه ديالنا. نشوفوا النجم الاولاني حكيم زياد، شوف كي غيجي. شنو هذا؟ كوره. اولا المهم هاي بلاصه ديال النمره ديال اللاعب، الرقم ديال اللاعب، كيفاش غادي يبان من لاغيغ ديالو، كي غادي يبان الظهر ديالو، كي غادي يبان. شوف شي حاجه برافو. فوالا دابا نقدروا نجدوا الثقه في بيما، رغم انها هي كسوله بالنسبه للمنافسين ديالها اديداس نايكي، ولكن برافو. لا برافو. وواحد السؤال من واحد الجهه، عرفتش المنتخب النسوي عطينو هاد اللعيبه هادي شنو هي؟ ما فهمتش انا التوني دا عمري ما فهمتش. يشوفوا حل مع بيما، علاش عطينو الجميع؟ شنو البلان؟ علاش عطينو هاد التوني هذا تلعبوا به؟ اما هذا شنو هذا؟ اخي ما فهمتش بزاف. اللون ما تلبسوش في سبيل الله، يقول لك تلبسوا ودي اشر، ولكن لا بارطاجي مع اللي غادي يشري.
ولأنه لا يصح إلا الصحيح، ولأن النجاح لا يأتي بالصدفة، ولأن المشاريع طويلة الأمد تؤتي ثمارها في النهاية، كان بديهي ومنطقي وطبيعي ان المنتخب المغربي يقدر ان هو ينتصر على نظيره الامريكي باقل مجهود ويكتسحه في الملعب، برغم ان منتخب المغرب كان مقسم مجهوده على فترات طويله، وبرغم ان منتخب المغرب لعب المباراه دي بقدر اقل بقليل من القوه اللي هو لعب بيها على مستوى دور المجموعات. ولكن هي دي قوه العناصر، قوه الشخصيه، الثقه الكبيره، الذكاء الكبير من عند المدير الفني، جوده اللعيبه اللي موجوده في الكره المغربيه واللي بتديها افضليه كبيره جدا على حساب باقي المنتخبات. لسه هنتكلم بتفصيل على اليوتيوب، وهتلاقي اللينك بتاع اليوتيوب موجود في الستوري، ابقى ادخل اتفرج عليه. ولكن من كل قلبي مبروك للمنتخب المغربي، كنتوا رجال، قدمتوا مستوى عظيم، قدمتوا مباراه عظيمه، واستحقيتوا التواجد في نصف النهائي، وفي انتظار ميداليه من المنتخب المغربي، وفي انتظار ان شاء الله فوز المنتخب المصري الساعه 8 بالليل، عشان نبقى كلنا مروقين ورايحين على الدور نصف النهائي كلنا بندور على ميداليات. بصراحه بقى انا طبعا في نهائي عربي. شو هذا المنتخب المغربي؟ المنتخب المغربي عالمي صراحة. المغرب بيجلد ولا ببالي أبدا. شكله الذهب اقترب يا كبير، شكله الذهب اقترب من المنتخب المغربي. مش عارف ليش هيك حاسس صراحة. عن جد سفيان رحيمي ارحمهم مشان الله. جد يا اخوان الولد عنده ارقام فلكية هذا الموسم. لو في عدل كان الولد بترشح للكرة الذهبية او بترشح على القليلة لجوائز عالمية. الف مبروك للمنتخب المغربي. سلام. 1 2 3 4 ماروك بيجلي 4 1 2 3 4 ماروك بيجلي 4 1 2 3 4 ماروك بيجلي 4 Now you know who is Morocco my friend.